يا صباح الفل، يا صباح الورد، ولا نقول مساء الخير حسب التوقيت اللي تشوفوا دي أمولة فيه. وحشتوني وتوحشوني. هصبن طبعا معاكم النهارده الحمام. طبعا انتوا عارفين انا ايدي في الحاجه على طول يا جماعه، فبالتالي ايه الحاجه ما تاخدش معايا وقت. عايزه اقول لكم باركولي غيرت الحنفيه اهي اللي هي مكسوره. طبعا شكرا يا جماعه على كومنتاتكم الحلوه، وشكرا على كلامكم السكر، وشكرا على لايكاتكم وعلى كومنتاتكم، بجد شكرا لكم يا جماعه. الصابون السايل خلص من عندي، فقلت ايه لازم اتصرف بشويه اريال او اي حاجه كده وايه واصبر الحمام. هو الحمام مش هياخد وقت، وبالتالي هو نظيف، يعني ايه مش هيتعبني بصراحه، لان انتوا عارفين انا ايدي في الحاجه على طول. بس انا قلت ايه لازم النهارده اخلص كل اللي ورايا. النهارده عماله اصور معاكم فيديوهات علشان خاطر عندي حاجات كتيره قوي عايزه تتعمل، ومش عايزه اعك تاني بكره، عايزه اخلص كله النهارده. اي نعم عيني هتطلع النهارده، بس مش مشكله، خلينا ايه نخلص. بصوا هغسل طبعا هنا. شايفين يا جماعه؟ بصوا بالمره يعني، لان الحته دي كانت ايه ما كانتش نظيفه اصلا. يلا كده ايه على السريع عشان نخلص. بصوا طبعا هصبن البانكو، بس مش هدخل جواه، يعني مش هدخل جوه البانكو. هصبنه هو ايه وانا بره كده، عشان البانكو لسه المشكله اللي فيه لسه ما اتعالجتش. بس احنا بنينا يا جماعه الحته اللي احنا هديناها من بره. الناس اللي معايا متابعاني عارفه انا بقول ايه. احنا بنينا الحته دي اللي بره، اللي هي ناحيه المنور، يعني بنيناها الحمد لله، بس لسه ايه ما اتسقاش البانيو.
لو كان ان ايدي ما كانتش في الشقه كنت عملت ايه بصراحه. انا كل يوم ايدي في الشقه شاهد ربنا. بس كده يا جماعه، هنهي معاكم الفيديو. طبعا ما تنسونيش في اللايك، والفيديو ده مش عارفه هينزل على انهي قناه، بس ايا كان يعني ادخلوا ايه نوروني على القناتين، يوميات امل كل حياتي وكوميديا امونه. ده بالنسبه